السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في أول الفيديو عايزين نصلوا على النبي. يلا يا جماعة نبدأ الفيديو. العوافي عليكم. النهارده هنتكلم على هزيمة الزمالك اتهزم 2 من الترجي. يا جماعة اللعيبة معذورين طبعا، كتر خيرهم. رئيس النادي بتاعهم النهارده اتحكم عليه بالحبس. زعلانين يعني، نازلين الملعب فكرهم مشتت. الله يعينهم يعني، كتر خيرهم. وبعدين بالنسبة لحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، دي طبعا القضية بتاعت كابتن محمود الخطيب اللي هي سب وقذف وكده. فكانت القضية طبعا النهارده كان النقد بتاعها، والنقد ما اتقبلش بتاع مرتضى، واتحكم عليه بتنفيذ حكم الشهر، وهو بيقضي شهر العقوبة بتاعته. فلعيبة الزمالك نازلين طبعا الماتش النهارده مشتتين، مش زعلانين، متضايقين كده. مرتضى منصور هيتحبس، طب احنا هنعمل ايه؟ طب النشاط بتاعنا هيحصل فيه ايه؟ اللاعب برضه بيلعب وهو مش في تركيزه الكامل. فهارد لك للاعيبه نادي الزمالك، وان شاء الله تعوضوا باذن الله يعني في العوده. وباذن الله فاضل لكم 3 ماتشات كده لازم تفوزوهم كلهم طبعا، لان لو اتعادلتوا في ماتش خلاص كده انتوا بره. وان شاء الله التوفيق لجميع الانديه المصريه. فهارد لك لعيبه نادي الزمالك. وطالما كنتوا مشتتين ما كنتش لعبت يعني، كنتوا وفرتوا المجهود والتعب ده كله، وحرق دم نحني وحرق اعصابني، وكنتوا قعدتوا في بيوتكم. كنتوا رجعتوا تاني رحتوا سالتوا على مرتضى اللي اتمسك، راجل محبوس يعني. من حقكم تروحوا تسأل عليه، كل واحد فيكم ياخد له عيش وحلاوة ويروح يسأل عليه، طالما انتوا هو اللي في بالكم يعني، مش في بالكم النادي ولا الجمهور ولا أي حاجة يعني. انتوا بتلعبوا كده بطريقة مش عارف يعني. مش انتوا، مش لعيبة الزمالك ده، أو ده مش اللعيبة اللي تلعب في نادي الزمالك. لعيبة ملهاش أي 30 لازمة. فبصراحة ده حرق دم، مش لعب كورة. فمرتضى مش هو الزمالك، ولا هو نادي الزمالك، ولا هو الفريق، ولا هو المشجعين، ولا أي حاجة. اتحبس ما اتحبس ده حاجه ترجع له هو، لانه هو شتم وعمل وكده، ويتحمل. كل واحد بيخطأ بيتحمل نتيجه اخطائه، فاحنا ما لناش صالح بيه. بس مش اكتر من كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.